تنبيه: هذه القصة خيالية لأغراض توعوية وترفيهية فقط، ولا تشجع على أي ممارسات مخالفة للشرع أو القانون. لو قلبك ضعيف ما تشوفش الفيديو، عشان اللي هتشوفه النهاردة مش هتقدر تنساه. دي قصة مسعود اللي قال للشيطان: علمني السحر، والشيطان قال له: اسكت لي. لكن اللي حصل بعدها محدش كان يتوقعه. ومن هنا خلوني أحكي لكم القصة. أنا اسمي مسعود، عندي 30 سنة، من قرية في الصعيد. كنت دايما بسمع عن ناس بتطلع آثار من تحت الأرض، رجالة فجأة بتغنى في ليلة وضحاها، الناس بتخاف منهم والفلوس بتجري وراهم من غير ما يعملوا حاجة. أنا قلت لنفسي: ليه ما كنش أنا كمان؟ سألت، دورت، لغاية ما قابلت شيخ اسمه إيزيني. الراجل ده كان عايش لوحده في بيت قديم. لما قلت له إني عايز أتعلم بصلي بصة غريبة، قال لي: الطريق ده خطر وممكن يخليك تشرك بالله. أنا قلت له: أنا عمري ما أشرك بالله، أنا بس عايز أطلع آثار. سكت شوية، بعدين قال: خلاص. بدأ يعلمني، جاب لي كتب قديمة جلدها متكسر، مكتوبة بمداد أحمر. فتحت أول كتاب، الكلام كان غريب، كلمات مش مفهومة. نطقتها. في اللحظة اللي نطقت فيها الكلام حسيت إن الدنيا دارت بيا. النور طفى في الأوضة، الهدوء بقى تقيل لدرجة إني سمعت دقات قلبي. فجأة حسيت بوجود حاجة واقفة في ظهري. لفيت ببطء وكان واقف قدامي. هو الشيطان، مش زي ما الناس بتتصوره. كان طويل، أبيض، عيونه حمرة، وشه كان ملامحه حادة. بص لي، ابتسم وقال: انت اللي كنت بتنادي عليا. انا جمدت مكاني، لساني اتعلق. قال: انا هخليك من اكبر شيوخ البلد، هخلي الناس تخاف منك، هخلي الفلوس تجيلك من تحت الارض، هخليك من اكبر بس شيخ البلد، هتعمل كل اللي اقولهولك. انا بصيت له، قلت: بدأت افتح مقابر صغيرة، آثار بسيطة، حاجة هنا حاجة هناك. اسمي بدأ ينتشر، الناس بقت تجيلي من البلد كلها، بقى ليا سمعة. في يوم جاني راجل من آخر البلد، قال لي: يا مسعود، تحت بيتي في مقبرة كبيرة فيها آثار لا تعد ولا تحصى، بس أنا مش هثق في حد غيرك، تعال شوفها. رحت معاه، نزلنا تحت الأرض. تحت بيتك؟ المكان كان ضخم، تماثيل من ذهب، أحجار كريمة، كنوز مش طبيعية. أنا بصيت لكل ده وعيني دمعت من الطمع. قلت لنفسي: دي هي خبطة العمر، هفتحها واخلص ومش هفتح حاجة تاني. حاولت أفتح المقبرة لكن ما قدرتش. في حراس أقوياء، مش بشر، مش جن عاديين، حاجة أكبر. رجعت للشيخ إيزيني، قال لي: الحراس دول ما أقدرش أواجههم، دول حاجة تانية. رجعت للشيطان، قلت له: أنا مش عارف أفتح المقبرة، عليها حراس أقوياء. الشيطان بصلي، سكت شوية، قال: أنا أقدر أخليك أقوى منهم بس بشرط. قلت: إيه الشرط؟ قال: تسجد لي. أنا جمدت، قلبي بدأ يدق بسرعة. السجود لغير الله، لكن الطمع كان أقوى. الكنوز كانت قدام عيني، السمعة كانت في دماغي. قلت: ماشي. نزلت على ركبي، حطيت إيدي على الأرض، جبهتي قربت تلمس الأرض. في اللحظة دي الشيطان ظهر على حقيقته، مش الشكل اللي كنت شايفه قبل كده، لا، ظهر بشكله الحقيقي. جلد محروق، عيون من نار، جسم اسود، ريحة الكبريت. صرخة مش طبيعية، صرخة خوف. قال: اقف، مش قادر.
السجود لغير الله ده خط أحمر حتى أنا ما أقدرش أتعداه. أقدر أوصلك لجهنم لكن ما أقدرش أخليك تسجد لي. مسعود بصله، قلبه وجعه، حس بنبضات بتقف في صدره. وقع على الأرض، عينه اتوسعت، فمه اتفتح، مات سكتة قلبية. الشيطان وقف، بص لجثة مسعود، قال بصوت واطي: أنا مش اللي قتلتك، أنت اللي قتلت نفسك. واختفى. تاني يوم الناس لقيوا مسعود ميت في الأوضة. الكتب اللي كان بيقرأ فيها اتحرقت لوحدها، والشيخ إزيني اختفى من البلد. الناس اللي جت تشيع جنازته قالت إن في ريحة كبريت حوالين الجثة، وإن في صوت واطي بيقول: لا تقربوا طريق هذا. العبرة يا غالي إن السجود لغير الله ده خط أحمر حتى الشيطان ما قدرش يتعداه. محدش يستاهل تسجد له غير الله سبحانه وتعالى. خليك قريب من ربنا وما تبيعش دينك بكنوز الدنيا، عشان الدنيا بتفوت والدين هو اللي بيبقى. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سؤال للمتابعين: لو كنت مكان مسعود كنت هتسجد ولا كنت هتقوم وتجري؟ وإيه رأيك في اللي حصل للشيطان في الآخر؟ اكتب رأيك في الكومنت. ولو عاوز تعرف تفاصيل أكتر عن اللي حصل في المقبرة قول لي كمل، عشان الحكاية لسه فيها عبرة.